السلام عليكم يا احلى متتبعين ومشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما تتمتعوا بصحه جيده وما خاصكم حتى شي خير. فيديو جديد ان شاء الله غنشاركوا معكم الايام اللي دوزت في البحر انا والعائله ديالي، يعني البحر ديال فم الوداع للاخوات اللي معروف العيوني المتنفس الوحيد ديال الساكنه. وهنا كما كتشوفوا غنشارك معكم الملوي، يعني بطريقه بسيطه اللي موالفه ديما في المحل تنشاركها معكم. عندي الفرص والفين وقبيصه ديال الملح ومعلقه ديال العسل. اليوم الملوي غادي نديرو ان شاء الله غير موين، ما غاديش نديرو لا كبير لا صغير، يعني ديال الحطه، يعني الحطه ديال العائله. وهنا البنات بالنسبه للملويره كنقول لكم ديما ما يكونش قاصح، العجينه ديالها ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه. من بعد البنات ما قطعنا العجينه ديالنا خليناها طلقات وخدمناها بالطريقه اللي موالفه ديما تنشارك معكم من قبل. ما بغيناش الفيديو يطول كتر وكتر. غادي نخبز الملويات ديالي. هانتوما البنات تبارك الله ما شاء الله الملوي، يعني الفيديو شاهد على كل شيء، جا زوين صراحه. واخا البنات كما قلت لكم حنا غير مخيمين، لان هاد الديور ديال البحر تيكونوا شي حوايج تيكونوش فيهم الماعن كاملين، يعني غادي تلقاي شي حاجه وشي حاجه ما تلقايش. مثلا حنا لقينا القصعه ما لقيناش المقله، يعني خدينا غير من عند الجيران، وديما الانسان تيديباني باش ما كان. وهنا تبارك الله كما كتشوفوا الملوي جا مورقه البنات وجا هشيش والله العظيم بهذيك الخلطه اللي مولفه تندير معكم في المحل. والطريقه راه كاينه في الفيديوهات اللي من قبل، يعني متداولة عندي، ما تنبدلهاش البنات بنفس الطريقة. رجعت باش نستف هنا المعينات ديالي اللي غادي ندي معايا ان شاء الله للبحر. بالنسبه للماعن راني جبتهم من داري، هاد الديور ديال الكرات يكونوا فيهم الماعن غير قلال. حنا تبارك الله العائله كثيره، يعني تبارك الله انا وخواتاتي راه تبارك الله حنا ما غاديش يكفونا هاد الماعنات هادو اللي كاينين في هاد الديور. جبت معايا الماعن من داري. وبالنسبه للبنات اللي سولوني على الثمن ديال الديور فم الواد، راه كاينه من 300 حتى 600 درهم كل على قد جهدو. وكاينين الخيام البنات، كاينين الخيام من 70 درهم حتى ل 100 درهم، يعني كتباتي فيها ليله كامله، يعني 24 ساعه ل 24 ساعه. ديما الانسان تيمشي على قد جهدو. بالنسبه للخيام الا كانوا يعني غير واحد ولا جوج الناس ولا ثلاثه كافينهم. بالنسبه لعائله كثيره راه الخيمه ما غاديش تهزنا كاملين. وبالنسبه لهاد الدويره خديتها ب 300 درهم، فيها جوج بيوت وكوزينه والمعينات لقيت فيها كل شيء صراحه، ما خاصت حتى حاجه غير المقله هي اللي ما لقيتش فيها. كاينه الثلاجه، كاينه البوطه، كاين المعينات، كاين القامله، كاين كل شيء الحمد لله والشكر لله. ولكن المقله هي ما لقيتش، خديتها من هاد الناس اللي كراو ليا. وصافي هنا البنات غادي نستفر المعينات كما كتشوفوا باش نخرجوهم ان شاء الله للبحر، نديرو كسكر تمايا. انتم عارفين البنات الضوم اللي انا فيه تيكون صعيب في هذا الحال، يعني شهر 7 و8 الانسان ما فيها بس مره يخرج شويه، يبدل الجو، يفوز شويه، وينسى شويه الهم ديال المحل والعيا والارهاق اللي كيدوز علينا. لان انتم عارفين شهر 7 يا البنات دوزت معكم، هبط معكم لي فيديو، شاركت معكم لي فيديوهات، كان العجاج وكان الصهد لدرجه ان العجينه كانت تتخمر لي غير بوحدها. يعني تكرفسنا يا البنات في هاد شهر 7، ولكن ديما الحمد لله والشكر لله. وهنا خرجت باش نقاد الجلسه ديالي ان شاء الله في البحر، انا وبنيتي راه معاوناني الله يرضي عليها. واجواء كانت زوينه صراحه، واحد الاجواء رائعه، وكما كيقولوا البحر كيغسل الدماغ. والله البنات الا واحد الراحه النفسيه، ارتحيت نفسانيا، وعندي واحد الجهد ان شاء الله انني غادي نرجع للمحل ديالي وغادي نخدم بارتياح، يعني ديك الطاقه السلبيه كامله حطيتها في البحر. وهنايا غادي نوجد الطبيله ديالي كما قلت لكم، كل خير وفي دارو. ديما كنشارك معكم البساطه، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. بنت باب الله وتتسعى الرزق على بنياتها، وتنشارك معكم الاجواء اللي كنعيش مع وليداتي، يعني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه يا البنات.
والله العظيم الا كما كنقول لكم بنت باب الله وتتهرزيق على بنيتها. ديما تنطلب منكم غير حاجه وحده، الله يعطيني غير صحيحتي. الدعاء اللي كنطلب منكم دعيو معايا، الله يعطيني غير صحيحتي باش ان شاء الله نلقى باش نخدم ونزيد ان شاء الله نوصل بناتي داكشي اللي كنتمنى. وانتم شفتوا الملوي ديالي، يعني ام جنات والملوي والزمن طويل والعجينه الضومي اللي كان حماق عليها البنات. فين ما مشيت ضروري خصني نخدم. فين ما مشيت البنات، فين ما حطيت يديا ضروري ندير العجينه ديالي، اما ملوي اما مسمن اما مطبوط، المهم ضروري ندير شي حاجه. وصافي الطبيله ديالي راه وجدات كما لحقها وطريقها، يعني البساطه، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. وخليو لي التعاليق يا البنات كيف جاتكم الجليسه في البحر. انت تسنى التعليق ديالكم صراحه تيفرحوني وتيشجعوني اكثر وكثر. وكما قلت لكم الاخوات اللي في الدومين ما فيها بس مره خرجوا وليداتكم بالاخص في هاد الاجواء ديال يعني في هاد الصيف هذا 7 و8. احنا صراحه تكرفتوا بزاف لان الدومين ديالنا ما تيبغيش الحراره. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يا ربي، وينال الفيديو ديال اليوم الاعجاب ديالكم كثر وكثر. وما تنساونيش الاخوات، يعني نتوما كتفرجوا، الله يديرها لكم رحمه ولوالديكم ويعطيكم صحيحتكم ويعطيكم داكشي اللي كتمنوا في حياتكم ويسهل امركم بواحد اللايك. ديروا لي من اللايكات في لي فيديو. الناس اللي كتفرج حتى الاخر ديروا اللايك ما فيها بس، ديروا لي واحد الجيم وبارطاجيو الفيديو مع العائله باش ان شاء الله يزيد المحتوى ديال القناه يكبر ويكبر. الحمد لله محتوى نقي، يعني تنشارك معكم داكشي اللي كاين في الحياه ديالي، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، ما كنزيد ما كنقص ما كنكذب ما والو، صريحه معكم. هادشي اللي كاين البنات. وهنا غادي نرجع ان شاء الله من بعد ما حطيت المينات ديالي، غادي نمشي باش نشارك معكم واحد حافل بسيط داروا هاد يعني الناس ديال فم الواد بالمناسبه ديال عيد العرش. واحد الحفل داروه غادي نمشيو ان شاء الله نشاركوا معكم. وكما كتشوفوا اجواء ديال البحر بالليل يا سلام. الناس غادي الاخوات اللي واحد الحاجه بغيتكم تعرفوها على السكينه ديال العيون، ان الاغلبيه كتخرج من الليل، يعني بالنهار تيكون الخروج عندنا قليل. يعني الساكنه معروفه بالخروج ديال الليل، الناس كترتاح هنايا بالليل كتر من النهار لان كيتفاداو داك الشمس. يعني الناس اللي كيخرجوا بالنهار غير الا بغاو يقضيو شي اغراض، يعني العيون كتعمل عندنا بالليل الاخوات. يعني البحر اليوم راه هاد الوقت عشان نسجل لكم في هاد الفيديو 12:30 ديال الليل، وانتم كتشوفوا باقا الدنيا عامر، الناس يلا كتخرج من ديورها، كيخرجوا كيتيو وتيتجمعوا تيشويو هنايا، يعني ما كيخواش البحر حتى الصباح. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يا ربي. وكما قلت لكم ما تنساونيش كثروا لي من اللايكات في لي فيديو، الله يديرها لكم رحمه ومغفره لوالديكم ويعطيكم داك الشيء اللي كتمنوا في هذه الحياه يا ربي.